ولا في غيره يفرحني. الاهلي هو مصدر الاسعاد الوحيد لجمهوره. الحمد لله البطوله ال11 وكل حاجه. مفيش حاجه بتفرحني غير الاهلي. انا ما كانش ينفع النهارده انام زعلان باي طريقه. انا اصلا تعبان وكنت قاعد بفكر لا قدر الله لو الاهلي خسر ايه اللي ممكن يحصل لي. ممكن انام ما اقومش. الحمد لله الحمد لله البطوله ال11 للنادي الاهلي. انت افتخر، انت بتشجع نادي من اعظم الانديه اللي في العالم. لا يعني لو هو مش الاعظم فهو من اعظم انديه العالم. نادي ما بيعرفش المستحيل. الناس اللي كانت بتصيح يالا انت وهو يالا انتوا فين؟ انتوا فين يالا اللي كنت بتقول البطوله خلاص راحت من القاهره؟ انت فين يالا؟ انت فين يالا؟ ده كان في اهلاويه يقول لك هنخسر. انت فين يا حبيبي؟ كان في زملكاويه بيصيحوا بقالهم اسبوعين. انتوا فين اختفيتوا خلاص اتبخرتوا؟ انتوا فين؟ الاهلي الشعار مفيش معاه مستحيل. تقدرش تغمض عينيك مع الاهلي، تقدرش تغمض عينيك. احنا الاهلي ال11 من قلب المغرب وسط الجمهور ده كله بعد اللي عملوه شماريخ وكل والحكم عمال برضو جه علينا شويه. وخدت البطوله من قلب المغرب. وده كان اكبر رد ليهم على البطوله اللي فاتت. البطوله اللي فاتت انت خسرتها في الملعب ده قدام الجمهور ده، فكان لازم الرد يبقى قدام الجمهور ده وفي نفس الملعب ده ومع نفس الفرقه دي وتاخد منهم البطوله. كانش ينفع، ما فيهاش غير كده. ما ينفعش اخسر بطولتين على التوالي منهم ومن نفس الملعب. ما فيهاش ولا تحكيم ولا اتحاد افريقي. كانش ينفع بكل المقاييس. كان لازم اكسب. وكان كل الفيديو بتاع امبارح كان كل ثقة ان الاهلي هيكسب. وقلت لكم توقعي كان 1-1 والاهلي عملها. قلت لكم لو مش 1-1 2-1 للاهلي كان يقدر يعملها. شريف مضيع له انفرادين في اخر الماتش. علي معلول مضيع واحد. لولا رعونة اللعيبه في اخر الماتش كان زمان النتيجه وصلت 2-1 للاهلي. كنت كسبتهم هنا وهناك سهل جدا. نيجي بقى لحته كولر. كولر مدرب عبقري جدا. كولر مدرب يا جدعان. كولر حاجه كده فولاذيه. تفكيره في الماتش عايش جوه اجواء الماتش. يعني انت بص تغييراته، بص كل حاجه. هو قلت لكم امبارح، اللي ما شافش الحلقه بتاعت امبارح يرجع لها هيعرف ان كلامي صح. قلت لك امبارح الوداد مش هينزل ضغطك من اول ثانيه، هيخاف ان انت تجيب في الجون. الماتش مشي سجال لحد حذرت امبارح من الفاولات والركنيات. الجون جه من فاول. تمام. قلت لك هو الاجوان هتيجي ضربات ثابته. قلت كده في الفيديو بتاع امبارح برضو. قلت ان الاجوان اللي هتيجي من ضربات ثابته سواء هنا او هنا. تمام. قلت لك الفرقتين مش هيضغطوا بعض. لما تبقى معركه نص ملعب، وبالفعل كانت معركه نص ملعب وفاول هنا وفاول هنا. الحكم جه عليك بعض الشيء، مش في حاجات مؤثره بس جه عليك بعض الشيء في فاولات. بس الحمد لله اللعيبه كانت قدرت تهدى بين الشوطين. بس خلينا ناخدها خطوه خطوه. فجه في الدقيقه حاجه و30 الوداد من فاول بيجيب جون. في ناس بتقول غلطة الشناوي. انا مش مغلط الشناوي بصراحة. انا شايف ان الكرة دي تخدع اي حارس مرمى. تخدع اي حارس مرمى. اللعيبة كلها خارجة عن تركيزها الشوط الاولاني. مفيش لعيب في الاهلي مركز الشوط الاولاني. الشوط الاولاني الاهلي مش موجود، اللي كانش لسه جه. تمام. بس هي كانت معركة في نص ملعب زي ما قلت لك لحد ما الشوط انتهى. وهنا بقى النقطة الفيصلية بين الشوطين. كولر عمل ايه؟ كولر ما عملش اي حاجة غير ان هو اتعامل معاهم نفسي بس مش اكتر من كده. اتعامل معاهم نفسي بس. فاهم حاجه؟ يعني هو اتعامل مع الناس دي نفسي. اكتر من كده لا. فيش اتعامل معاهم نفسي بس فقط لا غير. ان اللعيبه نزلت الشوط التاني شايف في تركيز، شايف الاداء متوازن. كل واحد عارف مهام مركزه، كل واحد عارف نازل هو عايز ايه من الماتش وعايز يعمل ايه. واللعيبه مركزه. تعالى بقى نقطه التحول. نقطه التحول. انا وانا قاعد بتفرج مع مجموعه من صحابي قلت لهم اول حاجه، قلت لهم في لعيبه لازم تخرج من الملعب زي مروان عطيه. مش يومه. مروان عطيه لعيب كبير جدا بس مش يومه. خارج بره اجواء المباراه خالص. حمدي فتحي لازم يخرج. كهربا لازم يخرج. فالمدرب هو قاعد شايف وعايش جوه الاجواء. زي ما انت بتتفرج كده تبقى انت شايف. لازم المدرب يبقى برده جوه الماتش شايف وفاهم. فكولر ذكي جدا فاهم. فشاف ان اللعبه دي خارج الماتش تماما. خارج الماتش تماما. راح عامل ايه؟ راح منزل لك احمد عبد القادر ومنزل لك قفشه. دي اول تغييرتين. ليه؟ عشان احاول اهاجم. خلاص بقى انا مفيش. انا كده خلاص. انا خلاص الماتش بيخلص. فانا لازم اهاجم بنسبه معينه. بحيث انا لو لا قدر الله حتى جه فيا التاني انا محتاج جون. انا كل اللي انا بلعب عليه جون واحد. فانا لازم اهاجم شويه. مش هينفع افضل واقف كده. نزل قفشه وعبد القادر. مفيش دقيقتين وراح منزل السوليه وراح منزل شريف. في الوقت ده انت خلاص بقى كده. انت خلاص. والله نفس التغييرات اللي قالها. كنت قاعد مع اصحابي وبقول لهم لازم يعمل كده دلوقتي في الوقت ده.
عمل كده الاهلي اتحول من هنا لهنا، من نص ملعبنا لنص ملعبهم، ضغط 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 ضغط، ركنيات، هوب جون عبد المنعم. جون عبد المنعم اللي هو ماركة عبد المنعم، يعني هو جون عبد المنعم ماركة عبد المنعم. انا يمكن ما اتفرجتش على الجون اول لحد دلوقتي على فكره، لان انا من الفرحه والتكسير والهيصه انا ما خدتش بالي من الجون، انا ما كنتش مركز مع الشاشه اطلاقا. تمام. بس هو ماركة عبد المنعم انا خدت بالي منه، يعني ماركة عبد المنعم، الاوفر من معلول عبد المنعم بدماغه، دي ماركة عبد المنعم. الحمد لله تعادلنا. بعد ما تعادلنا على طول قلت لازم رامي ربيعه او متولي اي حد مدافع ينزل وخرج واحد من قدام، ما فيهاش، لازم الم ملعبي بقى الكام دقيقه اللي باقيين دول واحافظ على اللي خلاص هي ما فيهاش تاني. رجعنا حافظنا. تعالى بقى شوف بقى الفرص اللي ضاعت لمحمد شريف وعلي معلول، انفرادات بالجمله. ده محمد شريف واخد انفراد قدامه فدانين، راح عشان رقص الجون، عايز يشوطها من زاويه صعبه قوي، رقص الجون وروح حط براحتك، الملعب فاضي في فدانات، يعني كام فدان تجري فيهم. لكن محمد شريف اتسرع، شاطها جت في جسم الحارس، ردت له شاطها تاني. فانت كنت تقدر تنهي الماتش ده 2 3 بالميت، تقدر تنهيه 2 3. فاهم؟ فكولر، انا عايز اقول لك ان كولر الموسم الجاي هتشوف اهلي مرعب قوي. هتقول لي هو الاهلي دلوقتي مش مرعب؟ اقول لك هو دلوقتي مرعب، بس مع الراجل ده لما يجي له الحاجه اللي هو عايزها واللي هو طالبها ويمشي اللي هو مش عايزه ويجي له كل متطلباته، لا الاهلي هيبقى حاجه تانية خالص. الاهلي هيبقى حاجه تانية خالص خالص. يبقى عندك راس حربه تقيل، يبقى عندك بديل لعلي معلول، يبقى عندك سيرد باك تقيل جنب عبد المنعم، كل دي متطلبات الراجل. يبقى عندك كل الكلام دوت. لا 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 لا، الاهلي هيبقى حاجه تانية خالص. يعني انت شوف دلوقتي اهلي جامد مع كولر وراجل شغال كويس جدا جدا جدا. المعلومه ليك، كولر ما دخلش بطوله وخسرها غير كاس العالم للانديه، وده محدش يلومه عليه. يعني ما دخلش بطوله وخسرها. جميل. يعني لعب كاس مصر خده، 2 سوبر. يعني كاس مصر خده قدام بيراميدز، سوبر قدام الزمالك خده، سوبر قدام بيراميدز خده، دوري ابطال افريقيا خدوا. تمام. والدوري خلاص بنسبه 99% حسمه. تمام. هتروح السوبر الافريقي هياخده ان شاء الله. فاهم؟ فانت كل البطولات اللي هو شارك فيها بياخدها. مفيش الا كاس العالم للانديه، وما تقدرش تلومه عليه اصلا. يعني كاس العالم للانديه تلومه على ايه؟ كان بيلعب ريال مدريد وعمل ماتش كلنا كنا فخورين بالماتش دوت. فاهمني؟ فالاهلي في كاس العالم للانديه خلاص، الاهلي خد ال11. تمام. نفكر في ال12، بس مش عايزين ننسى نشكر اطهر الطاهر، لاعب الهلال اللي ضيع ضربة الجزاء، وحارس صن داونز اللي صد ضربة الجزاء. على دماغي، على دماغي والله، مش ناسيكو، مش ناسيكو. تمام. انتوا اخواتي، خلاص خلاص انتوا اخواتي، لولاكوا ما كناش زماننا دلوقتي عدينا من المجموعات اصلا. فيعني الحمد لله، الحمد لله. كل اهلاوي لازم تبقى فخور بفرقتك، تفرح، تفرح بفرقتك وتبقى فخور وتتفشخر كده قدام الناس انت بتشجع النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي بيخليك على المنصات كل سنه، تلعب نهائي كل سنه افريقيا، بتروح كاس العالم، تاخد دوريات، انت مستحوذ على كل البطولات، بتلعب في كل البطولات كل سنه ونهائيات كل سنه فانت عايز ايه تاني؟ يعني مفيش كده في العالم، مفيش كده في العالم، مفيش فرقه بتنافس على كل البطولات كل سنه. لازم بيقع كام بطوله، انت بتنافس كل سنه. حتى لو لا قدر الله وقعت منك بطوله بتبقى بتنافس عليها. فالحمد لله، الحمد لله. كون ان انت اهلاوي ده نعمه كبيره من ربنا بجد والله. كون ان انت اهلاوي دي نعمه كبيره من ربنا، الحمد لله. والعيال بقى اللي كانت زيطه، والزملكاويه وجمهور الوداد اللي فيه زيطه بقى لنا اسبوعين مش خلصانين منها، وصداع واكلان واطفال الانابيب والعيال الصغيره انتوا ايه يا جدعان؟ فينكوا دلوقتي؟ انا نفسي اشوف بقى فين. طبعا كله هس، بس مش هتشوف حد، مش هتسمع صوت حد. خلاص. كان قال لك دموعك هتملى مش عارف ايه، واستاد الرعب واستاد الضحك واستاد مش عارف إيه. يا عم احنا مالنا بالاستاد؟ انا مالي بالجمهور، انا مالي بالجمهور. انا قلتها لكم امبارح، 11 راجل قدام 11 راجل، انا ماليش دعوه بالجمهور. الجمهور مش هينزل يلعب. العب راجل اخد البطوله، العب راجل اخد البطوله. انا مالي بالجمهور، مالي استاد رعب. كانوا بيقول لك احنا هنستقبلكم احسن بصوا الشماريخ، بصوا الدخان، الماتش وقف قد ايه، بصوا المنظر. عندهم كل حاجه مباحه في المدرج، اعمل اللي انت عايزه. بص المنظر، كان منظر صعب صعب جدا. لعيبه الاهلي كانت رجاله، الوحيد اللي كان يستحق ان هو يجيب جون بصراحه من وجهه نظري هو عبد المنعم. بص عبد المنعم واقف مش هايب الموقف، مش هايب الموقف، عمال يشجع في اللعيبه، يلا شدوا يلا. الحمد لله. نهايه الحلقه، يا رب تكون عجبتكم. اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد، ولايكات ودلعوني. النهارده يوم
مفرح لجميع الاهلاويه، ويا رب دايما مبسوطين وكسبانين. سلام.